السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء في كل مكان، كيقول المثل المغربي: كل شي كيفوت وكتبقى لافوت. كل شي كيفوت وكتبقى لافوت. داكشي اللي وقع في الماتش ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي ماشي غير خسارة كروية عادية، هادشي خرج على إطار كرة القدم وخرج على الروح الرياضية على الإطلاق. فضياع ضربة الجزاء من طرف اللاعب المغربي دياز ما كانش صدفة. هادشي جا من بعد ضغط كبير وفوضى مقصودة وتشتيت تركيز اللاعبين ديال المنتخب المغربي. اللاعبين تاع المنتخب المغربي داروا اللي عليهم، الحمد لله والشكر لله، وتقاتلوا بشرف، تقاتلوا بعزيمة حتى لآخر دقيقة. هذا الشيء لا يناقش ولا جدال فيه. لكن المنتخب السنغالي ما جاوش غير يلعبوا الكرة، ما جاوش يلعبوا كرة القدم، جاو هما دايرين في بالهم إشاعة جاهزة: إلا ربحنا راه عادي، وإلا خسرنا راه السبب هو التحكيم والمغرب. إلا ربحنا راه عادي، وإلا خسرنا راه السبب هو التحكيم والمغرب. ومن اللي بدا الحكم صفر على ضربة الجزاء اللي كانت واضحة، شنو اختاروا الانسحاب وتحبس الماتش. شي حاجة ما عمرها ما وقعت في كأس إفريقيا، شي حاجة اللي ما عمرها ما وقعت في الكأس الإفريقية، ورغم أن القانون كان في صالح المغرب. وشفنا اللاعبين ديالنا الحمد لله المغاربة كيبانوا على الأخلاق قبل النتيجة، وكيحاولوا يرجعوا الخصم للملعب وكيعطيو صورة مشرفة على المغاربة. المغرب ما خسرش الحمد لله القيمة ديالو، المغرب ما خسرش القيمة ديالو، المغرب ربح الاحترام. يمكن خسر الكاس، يمكن خسر الكاس، ولكن ربح تاريخ وسمعة، وكيبقى الحمد لله المغرب شامخ كشموخ جبال الأطلس، ما كتهزوش لا الإشاعات ولا الحقد ولا التشويش. وهذه هي كرة القدم، وهذا هو المغرب. والسلام عليكم.